السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد عند اختكم فاطمه. يلا البنات، كاين شي تحضيرات ديال العيد، كاين شي طبيله ديال العيد. يلا اجيو نحضر معاكم. المهم البنات، قلت علاش لا نحضر هاد المسيمنات وغنشاركهم مع الاخوات ديالي، وان شاء الله الا بقى ليا الوقت مازال نشارك معكم ان شاء الله. داكشي اللي غادا نوجد ان شاء الله في الطبيله ديال العيد. المهم هنايا البنات غنحضر واحد المسيمنات اللي كيجيو مورقين بطريقه جديده وسهله. يمكن لك توجدي مسيمنات رغيفات ديال العيد، ما نقولش لكم كيجيو ساهلين وبساطين وكيجيو كيحمقوا، والمذاق ما نقولش لكم عليا البنات. وكتشوفوا التقرميشه كتجيو غزاله وكيجيو زوينين، كيجيو شاربين العسل وكيجيو مورقين كيف ما كتشوفوا. وهنايا البنات ان شاء الله غنبداو على بركه الله في المقادير. هنا البنات عندي نص كيلو ديال الطحين، وانا غنعطيكم القياس ديال نص كيلو، مع 100 غرام ديال الزبده. المهم الزبده نديرو جوج معالق ديال الزبده. صافي كنبسبسها مزيان 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 مع الطحين، كنخدمها مزيان. الصراحه هاد الطريقه باش كتخلي دوك المسيمنات كيجيو مقرمشين، كيجيو غزالين. المهم هاد الطريقه ديروها راه غادا يجيكم هاد المسيمنات ناجحين. صافي هنا كنبسبس ديك الزبده مزيان مع الطحين، وكنعاود نغربلها مزيان حتى كيبقى غير الطحين، يعني كتبقى ديك الزبده، يعني داك كيبقى الطحين مدسم. صراحه كيجي غزالين. وهذه هاد الطريقه هذه باش كيجيكم مسيمنات ناجحين، يعني دوك الرغيفات كيجيو ناجحين كيف ما كتشوفوا البنات. صافي كندوز كنغربلهم كلهم كيف ما كتشوفوا هانتوما، يعني الطحين راه ولا يعني داك الزبده صافي دابت مع الطحين. وهنايا البنات غناخذ واحد الخماره، وعندي واحد الفانية ديال الزهر، مع نص كاس ديال الماء زهر، يعني ماشي نص كاس، غير ربع الكاس ديال الماء زهر، ورشيشه ديال الملح. هادشي اللي كاين، يعني خماره مع معلقه ديال خنيشه ديال الزهر ديال الفاني، وربع كاس ديال الماء زهر مع الحليب. صافي هادشي غنعجنو هاد المسيمنات غادا نعجنهم بالحليب. المهم هاد الحليب هو اللي كيخليهم كيجيو معلكين، وكيخلي كيعطيهم واحد المذاق غزال ما نقولش لكم عليه. صافي هنا البنات ما كتحتاج الدلك، يعني غير جمعتها غير بالاصابع. العجينه ديالها راه كتجي بحال كتخليها قاصحه بحال العجينه ديال الرزيزه، يعني كتبقى قاصحه شويه، كتبقى قابطه راسها. وما كنعجنهم ما كندلكهمش، يعني بحال العجين المغرق ما كندلكهمش غير بالاصابع. صافي جمعتهم، جمعتها ولويت عليها السلوفان وخليتها حتى ارتاحت. صافي وغادا نرجع نخدمها. وهنا البنات غادا نخدمها بهذا بمايزينا، يعني النشا ديال الذره هي اللي غادا نخدمها بها، ما نخدموهاش البنات بالفورس. الفورس البنات اللي خدمتوها به ما غاديش يجيو زوينين، وكيبقى ما كيجيش زوين. يعني هنا كديري هاد المايزينا هادي كتجي مورقه، وما كت اش غنقول لكم، ما كيجوش فيهم البنه ديال الدقيق. المهم كيجيو مورقين، وانتم غتخدموها بالمايزينا، يعني تورقوا التوراق بمايزينا. المهم كلش كيقول لك، كاين اللي كيقول مايزينا، كتقول له النشا ديال الذره. المهم هادشي اللي كاين البنات. صافي كنشد البنات هكاك العجينه، يعني انا هنا راه غير على حساب هاد البلاصه ديال التصوير. ولا عندكم شي حاجه كبيره يمكن لكم تورقوها كلها على داك الطول ديالها، يعني بلا ما تحتاجوا تقسموها. وكنورقوها مزيان بالدلاك. صافي البنات وكنشد الماء، يعني شويه ديال الماء كنديرو من الجوانب، وكنتمجيه وانا كنجمع كنكرز مزيان، يعني تكوني جايه وانتي كتلوي وكتكرزي مزيان باش يجيو مورقين وكيجيو دوك كتجيو الطريقه ديالهم كتجي وحده على وحده. صافي وهنا البنات غادا ندوز نقطعها. انا هنا البنات كنديرهم شويه كبارين، كاين اللي كيديرهم صغار من هكا، ومن هنايا ديروهم شويه قد هكا كتجي هذا هو القياس. كنبغيهم انا شويه كبارين. صافي كنقطع وكنديرهم على قد الصبع، يعني صبع ونص بحال هكا. كنشدو كنقيس التقطيعه الاولى وكنبقى غادا وكنقطع عليها. صافي وكندوز ندير ليهم هاد الطريقه هذه، يعني كنشد الدلاك كنديرو من الوسط باش كيخرجوا ديك التوريقه من الجوانب كيف ما راه يعني راه باينه في الصوره، يعني من الجوانب. انا هنا غنعاود معكم البنات باش اللي ما فهماتش الطريقه تفهمها مزيان. هانتوما البنات، يعني ملي كنورقها راه كندير شويه الماء من الجناب، يعني من الجنب ديال الورقه،
وكنت مجيه وانا كنلوي وانا كنجمع مزيان. يعني كتشوفوا البنات راني كندور مع القرصه كلها، ماشي كنتم غادا غير جايه غير من الوسط وكنجمع. يعني انا غادا وكنجمع وكنكرز في يديا باش كتجي ديك العجينه مجموعه، باش كتجينا مورقه وكتجي وحده على وحده. فهمتوا؟ المهم كنتمنى تكونوا فهمتوا الشرح ديالي. صافي هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا راه الدلاك كنحط الدلاك من الوسط. يعني ملي كتبغي ديري كتحطي الدلاك من الوسط باش كيخرجوا دوك الجوانب كتبقى تبان ديك التوريق. ملي غادا ديريها هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا، ملي غادا ديريها في المقله يعني كتجي منفوخه وكتجي ورقه على ورقه. صراحه غير جربوا هاد المسيمنات وراهم كيجيو غزالين، وما نقولش لكم ما كيشدوش الوقت بزاف. وهذا البنات غنعطيكم ان شاء الله حتى الطريقه ديال كيفاش تحتفظوا بهم في المجمد الا بغيتو يعني الا بغيتو تقليو غير نص الكميه والنص الاخر حتى تحتاجوهم غنعطيها لكم ان شاء الله. بحال دابا البنات صافي بعد ما كتقاديهم بحال هكا، بعد ما قرصتهم كلهم غطيتهم هنايا. يعني انا كنقرص وانا كنحط في داك في الطاوه صافي. والبنات الا بغيتو ديروهم في المجمد يمكن لكم بحال هكا ديروهم في الطاسه وديروا بيناتهم داك الورق ديال الطبخ صافي وتدخلوهم للمجمد. وملي تبغي تجبدوهم البنات تقليوهم ديريك من المجمد المقله صافي راه كيبقاو زوينين وكيبقاو مقرمشين. يعني كيجيو بحال يلا صاوبتيهم ديك الساعه. صافي هنا البنات سخنت الزيت بعد ما سخنات مزيان. والزيت البنات خصو يكون شويه المقله يعني داك اللي غادا نتقلي فيها تكون شويه الزيت طالع على هذا كيبغوهم يعوموا في الزيت. كنشد هاد العاشق وانا يعني كنشد ديك المعلقه وانا كنهز الزيت كنهزو كنخوي على دوك الجوانب باش كيتنفخوا. هانتوما كتشوفوا البنات يعني انا يعني راكي كتحطي القرصه وكتهزي داك الزيت بالمعلقه كنكب على كنهز وكنخوي على دوك الجوانب وهي كتنفخ صافي كيجيو غزالين الصراحه. غير جربوهم وردوا عليا في كومونتير. المهم البنات اللي باقا ما صوباتش الرغيفات ديال العيد او قريصات العيد ها هما جبتهم لعندك ان شاء الله وتاكلوهم بالصحه والراحه. والله يجعلوا ان شاء الله صيام مقبول ونكونوا من الفائزين بالجنه يا سيدي ربي الكريم. وتعيدوا وتعاودوا ان شاء الله باش ما تمناو. هنا البنات كيف ما كتشوفوا انايا هنا حاطه العسل حدايا كنسقطر دوك القريصات من الزيت مزيان وكنحط في العسل وكندير دوك القريصات الاخرين. يعني انا هنا كنخدم هنا وهنا وكتبغي شويه الخدمه هنا اللي كتبغي تكوني مخفيه يدك شويه صافي. وكندير هاد القريصات في العسل حتى كيشربوا العسل وما كنخليهمش بزاف في العسل غير نديرهم في العسل. كنجي كتحمر ديك القريصه الاخرى صافي كنحيدهم من العسل باش كيبقاو مقرمشين. وهانتوما البنات هنا شوفوا ها القريصات ها هما وجدوا وما نقولش لكم البنات والله القسم الا جاو غزالين جاو مقرمشين وتا المذاق يعني ديال الزهار وداك زدت فيهم البنات هنايا على فكره انا ما قلتهاش لكم في الاول. المهم هنا البنات اللي بغيتو تزيدوا فيهم معلقه ديال الجلجلان مطحون ولا بغيتو تزيدوا اللوز بغيتو تزيدوا مهم اما تزيدوا اللوز اما جلجلان اما ضماد الزعفران هادشي الا بغيتو تزيدوهم كاضافات. ما بغيتوش البنات تزيدوا يمكن لكم تكتفيو غير بدوك المقادير اللي انا عطيتكم. الصراحه راه كيجيو غزالين ما شاء الله كيحمقوا. ونتمنى البنات تجربوهم وما تنسونيش من الكومنتير زوين ديالكم. البنات اللي تفرجات في الفيديو ما تنسونيش من داك اللايك الله يجازيكم بالخير. راه كتفرجوا وكتنساو ليا داك اللايك الله يجازيكم بالخير فضلا وليس امرا. وخليو ليا في كومنتيرات المهم خليو ليا شي تعليق زوين بحالكم. ولا بانت لكم شي حاجه ولا ما شرحتش لكم شي حاجه قولوها ليا في الفيديو. وهادشي اللي كاين البنات وكنحماق عليكم وغنقول لكم عواشر مبروكه باش ما تمنوا ان شاء الله. واللي بغات شي حاجه يا ربي تحققها لها في هذا النهار. واللي عندها شي وليدات الله يهديهم ليها والله يعاونكم على الوقت وعلى الزمان يا ربي يا كريم. والله يجمعنا حنا وياكم ان شاء الله في جنة الفردوس الاعلى يا ربي. هنا البنات اللي بغيتي ترشوهم حتى بالجلجلان يمكن لكم ديروهم بشويه جلجلان من الفوق يمكن لكم تخليهم غير عاديين. وهنا غنقول لكم السلام عليكم تعاوشروا وتعاودوا.